يقال عادة لا تلعب بالنار لأنها باختصار لا ترحم من يلعب بها. هكذا هو حال الجماعات الإرهابية التي تجرأت على اللعب بالنار صبيحة يوم الأربعاء الذي وافق 19 من فبراير لعام 2020، حيث بدأت هذه الجماعات الإرهابية لعبها بالنار مع قوات الأمن والدفاع التشادية المرابطة بمنطقة كوري بوغودي ضمن إطار قوات دول مجموعة الخمس في الساحل. هجمة إرهابية لقيت ردا شرسا من قبل قوات الجيش التشادي، فكانت النتيجة فرار الجماعات الإرهابية مخلفين وراءهم عشرات من السيارات وكميات من الذخائر والأسلحة النارية الثقيلة. عشرات من الأفراد غالبيتهم من فئة الشباب الذين عادة ما يتم استغلالهم في مثل هذه الأغراض البربرية. الهجوم الذي أطلق من قبل الجماعات الإرهابية التي تعمل تحت حركة سميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحركة CCMSR أي مجلس قيادة الجيش من أجل إنقاذ الجمهورية غطاء لعملياتها البربرية، قد تسببت في قتل 3 من الجنود التشاديين الأبطال وإصابة 17 آخرين بجروح طفيفة وأخرى من الدرجة الثانية، يقول المتحدث باسم الجيش التشادي العقيد أزيم برماندا أغونا. الرد البطولي والشجاع الذي وجهه عناصر قوات الجيش التشادي نحو الجماعات الإرهابية والنتائج التي حققتها على الميدان دفعت الوزير المنتدب لدى الرئاسة المكلف بالدفاع الوطني والأمن والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الفريق محمد أبلي صلاح لزيارة مناطق عمليات الجيش التشادي بكوري بوغودي على الحدود التشادية الليبية، ذلك من أجل رفع معنويات الجيش ومشاهدة ما تحقق من إنجازات خلال تلك العملية. حيث تجول الوزير خطوة بعد خطوة وشاهد ما جرى على الميدان، لكن الواقع هنا يقول عكس ما قيل على شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة تلك الحسابات المستخدمة من قبل هذه الجماعات الإرهابية والمتعاونين معهم، حيث أنهم نسوا تماما بأن الحكومة والشعب التشادي لا تخيفهم لا المنشورات الإلكترونية ولا حتى الصور المفبركة، فقط يهمهم السلام والاستقرار وتنمية البلاد. رافق الوزير في هذه الزيارة القائد العام للجيش التشادي الفريق بكر عبد الكريم داوود والمدير العام لقسم حماية مؤسسات الدولة وقائد القوات البرية وحاكم ولاية تيبستي وعدد من الضباط ومسؤولين بمؤسسات أمن الدولة. كما تشاهدون معي في الصورة، فإن الرد الذي تلقاه العدو من قبل الجيش التشادي كان قاسيا بكل المقاييس، إلا أن ذلك يعبر عن مدى القوة الكبيرة التي يمتاز بها الجيش الوطني التشادي في التصدي لأي هجمات أو أعمال بربرية قد يفكر بها مجرد تفكير جماعات إرهابية أو خارج عن القانون. من منطقة كوري بوغودي على الحدود التشادية الليبية، محمد عثمان بشير.